ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهارده جبت لكم طريقه ازاي تغير شكل الشات من جوه. زي ما انت شايف كده، نسخه عاديه جدا ما فيهاش اي تغيير. تمام، اقول لك زي دلوقتي تغير شكل الشات. اول حاجه هتخش على بيكي. تمام، هنحط ملف واحد بس من البيكي. هسيب لك لينك التحميل في التليجرام. تمام، بعد كده خش على تاني واحده عشان نجيب النسخه اللي نشتغل عليها. طبعا لازم تكون عارف اسم النسخه وحزمتها. انا اسم النسخه عندي جي بي، فطبيعي الحزمه بتاعتها جي بي. تمام، وانزل تحت عند الحرف جي بي. تمام، زي ما انت شايف قدامي اهي. ادوس عليها كده، اختار اول واحده. تمام، بعد كده برضه ادوس على اول واحده. تمام كده، بعد كده هدوس بعد ما الملف ده يتحمل معايا هدوس على اللي في النص اللي هو فايلز، كلمه الملفات. تمام، هدوس عليها واسيبه يتحمل معايا. طيب بعد ما الملفات تتحمل معاك كده هتدوس على كلمه السمايل. تمام، وتسيبه يتفك مع نفسه، وانت تخش هنا على ملف الريس وهتنزل عند ملف درابلي. تمام، هتخش عليه الملف دوت. تمام كده، هتخش عليه وهدوس علامه زائد ديت. تمام كده، بعد كده تخش على الملفات اللي احنا هنستخدمها. تمام، طبعا انت عندك في ضمن اللود هتلاقي اسمه تغيير شكل الشات. تمام، هنخش تاني على الدرابلي ونضيف الملف دوت. تمام كده، تمام. عبال ما الملف الاسمال يتفك نخش الام تي ونجيب الاوامر. تمام كده، الاوامر ديت هناخد منهم اتنين. تمام، دوت هنحطه في فالوز في كولرز. تمام، ودوت في نايت. تمام، ركز معايا عشان ما تتوهش، ركز معايا. تمام كده، تمام. بعد كده اخش على بي كي. تمام، الاقي عندنا ملفات الاسمها اتفكت. هخش على الريس، بعد كده انزل تحت على النايت. تمام، طبعا اخر حاجه نسختها بتاعت النايت. تمام، انزل تحت فيلوس نايت. تمام اهو. تمام، فيلوس نايت اهوت. ملحوظه بس صغيره، انت ممكن تجيب ملف الكولرز اللي احنا عايزينه، ممكن ما يكونش قدامه ارقام، ممكن يبقى فيلوس نايت من غير ارقام. تمام، لو انت جالك فيلوس نايت من غير رقم مثلا فوق هنا كده تدوس عليه. تمام، اللي يخليك تعرف ان هو ده الملف ان انت هتلاقي جواه ملف كولرز. ماشي، فاللي يخليك تعرف ان هو ده الملف هو ملف الكولرز اللي انت هتلاقيه جوه فاليوس نايت. تمام، ممكن ما يكونش رقم، ممكن يبقى برقم، فانت على حسب النسخه اللي انت شغال عليها. تمام، بعد كده تخش على كولرز، هتدوس على العلامه دي، شايف المعلم فين؟ بعد كده تنزل على تدوس مسطره تحت. تمام، طبعا اول حاجه دخلت على النايت، اول حاجه دخلت عليها عشان دي اخر كوبي انا خدها. تمام، فانت ممكن تعمل كده وتدوس على العلامه ديت، بيجيب لك اخر حاجه انت ناسيها. تمام، زي ما انت شايف كده. بعد كده دوس سيف اللي هو حفظ. تمام، بعد كده اخرج. تمام، بعد كده اطلع فوق على الفايلز العادي من غير اي حاجه. ماشي، افضل اطلع فوق اهوت هنا كده الفايلز دوت. تمام، بعد كده اخش على ملف الكورس اللي هو ده برضو. تمام، بعد كده ادوس على العلامه دي اوبن. تمام، نفس العلامه هنا كده وانزل مسطره. تمام، بعد كده اخش على ملف. تمام، طبعا انا او اخر حاجه هنا دي قلنا على النايت، يبقى اللي تحتها على طول بتاعت العادي. تمام، ادوس عليها كده، بعد كده اعمل سيف. بعد كده اطلع اعمل اللي هو بيلد. تمام، بناء الكلمه ديت. بس كده. تمام، بعد كده بقى استناك تجمع معايا ونخش نعمل خطوات صغيره كده، وباذن الله نكون خلصنا تغيير شكل الشيت. تمام، سيبك تجمع معايا وارجع لكم. بس وانت بتتفرج معايا كده، لو اول ما تشوفني متنساش تعمل اشتراك، تعمل لايك، وتشار لو في عجبك تشاره. طيب ادي اول كده، اول حاجه نص العمل تم بنجاح. هنخرج. تمام، بعد كده نخش على ام تي. تمام، بعد كده نخش على ملف اسمه اي بي كي ادوت برو. تمام، تمام. انا هشرح لك اللي انت بعد ما تضيف على الملفات ديت هتخش تبحث عن الاسم دوت. تمام، هناخد الاي دي بتاعه، تعمل نسخ كده، وهناخد الاي دي بتاعه عشان هنستبدل كل دول بالاي دي اللي احنا هناخده نسخ. تمام، طبعا انا هشرح كل حاجه بالتفصيل هنا. تمام، هرجع بس كده خطوه. اي بي كي اتس برو اهو الملف دوت، هنخش عليه. تمام، اي النسخه اهي، اي النسخه اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام كده، هدوس على كلمه فيو. تمام، هدوس على الملف الريس وادوس على 3 نقط هنا واعمل سيرش، واحط الكلمه اللي انا واخدها كوبي. هو هتلاقي ملف واحد. تمام، هندوس على دايسة كده بسيطة وهندوس على كلمة تفاصيل. تمام، او الاي دي بتاعه، الاي دي ناخده كوبي كده وهنحطه في ملف هنا كده عشان منطوعش بس. تمام، بعد كده هناخد بقى الملفات دي كوبي. تمام، لو انت مش هتعرف تعملهم كلهم مرة واحدة
يبقى بلاش تعمل زي تمشي خطوة خطوة. تمام كده، هناخدهم كلهم كوبي وبعد كده نخش على النسخة ونستبدلهم كلهم بالاي دي بتاعنا. تمام اهوت. تمام كده، والاي دي بتاعنا اخره 13AA. تمام، والباقي كله هنبدله. هعمل سيف، اخرج بقى من هنا كده وافتح كلاسز واحدد الكل وادوس اوك. بعد كده ادوس سيرش. تمام كده اختار اول حاجه طبعا 13AA دوت، قلنا الاي دي اللي احنا المفروض نحطه مكان كل دول، يبقى احنا هنبدا من اول 117. تمام دوت، ونعمل اوك. تمام، زي ما انت شايف كده هتلاقي 3 ملفات. نعمل ريبليس. تمام كده ريبليس، ونحط الامر بتاعنا تحت هنا اللي هو اخر 13AA. بس ثانيه عشان متغلطش في الغلطه دي، احنا هنشيل اللي هو 0x دوت، هنشيله كده ونخليه كده. تمام، عشان ما تقعش في الغلطه دي، وانا اظبطها لك في الملف عشان ما تقعش في الغلطه ديت. بس كده، وتعمل سيرش تاني، او ممكن تعمل ريبليس على طول. تعمل ريبليس، تحط الامر بتاعنا التاني وراه على طول هو 118، تشيل الزيرو اكس ديت وتعمل اوك على طول كده. تمام، ونشيل ونطلع فوق نحط الامر اللي بعديه، نشيل الزيرو اكس ونعمل اوك ريبليس. تمام، نحط الامر اللي بعديه 120. تمام، وندوس اوك. يعتبر الامر اللي تحت كده ثابت، الامر اللي تحت دوت ثابت، دوت الاساسي اللي هو بتاع الاي دي اللي هاخده كوبي ثابت عندي. انا بغير اللي فوق. تمام، عشان ما تتوهش مني. بعد كده احط اللي هو دوت واشيل 0x دي واعمل اوك ريبليس تاني. تمام، واحط الامر دوت واشيل دي. تمام كده، كده فاضل لي تقريبا بتاع امر او امرين، هو دوت هنحط دوت ويفضل لي امر واحد. تمام، واعمل اوك، واخر امر هنحط معانا الامر دوت واعمل اوك. بس كده، بقى كده هعمل بيلد للنسخة، سيف اند اكسيت. اهم خطوة لو انت اول مرة بتستخدم الابليكيشن دوت بيجيب لك العلامة دي مش متعلمة، فانت اهم حاجة تعلم علامة صح، تعمل دي صح، بعد كده تعمل اوك. تمام، هيجمع معاك بالشكل دوت. بعد كده هنثبت النسخة ونشوف الدنيا معانا عاملة ازاي. بعد ما النسخة اتجمعت معايا، تمام، ارجع بقى واثبت النسخة، اعملها تثبيت انستال. تمام، زي ما انت شايف معايا النسخة 2/23/21/88. تمام، زي ما انت شايف معايا كده. بعد ما النسخة اتثبتت معايا بفتح دلوقتي اهوت واخش اشوف الشات إيه نظامه معايا. تمام، ونشوف بقى الدنيا اتظبطت ولا في مشكلة ولا في اي حاجة نحلها مع بعضينا، بس بإذن الله اكيد مش هيكون في مشكلة. اخش على شكل الشات من جوه كده. تمام، وزي ما انت شايف كده شكل الشات معايا اتغير اهوت. تمام كده، زي ما انت شايف طبعا، انت لو شفت القلم عامل ازاي هتعرف الفرق كبير جدا. طيب بالنسبة للون اللي انت شايفه دوت بيتاخد عن لون النسخة. تمام، طبعا لون النسخة بيبقى لون اخضر، زي ما انت شايف اللون بيبقى اخضر. تمام، لو انت خليت لون النسخة احمر الخطوط دي تبقى احمر، لو انت خليت لون اسود دي نسخة اللون دي تبقى اسود. تمام، فالخطوط دي بتبقى على حسب النسخة اللي انت شغال بيها. بس كده، دي كان شرح بتاعنا النهاردة، وطبعا شرح بسيط. لو عايزين اي حاجة تاني في الكومنت او في التليجرام او في الواتس قولوا هنا، باذن الله اشرح لكم. تمام، اشوفكم على خير.